الجو بارد كتير هالكم يوم، وانا جاي من حفلة. حلو ان الواحد يكون مدعو لحفلة، وحلو انه يعيش الحفلة بكل تفاصيلها واغلب تفاصيلها. في هاي الحياة القصيرة اللي نحن بنعيشها بنفوت بكتير حفلات، حفلات مفرحة وهي قليلة، وحفلات محزنة وهي لا حصر لها. الحياة بشكل عام هي يعني حكاية لا تنتهي إلا بالموت، مليئة بالحفلات. حفلات من الحروب والدمار والقتل والتشريد، حفلات من الإنجازات على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي، حفلات كآبة، حفلات قلق وأسئلة، حفلات حب، حفلات جنس. لكن وكل حفلة من هاي الحفلات كمان تتقاطع مع الحفلة الأخرى بشكل أو بآخر. يعني هنالك حالة تقاطع وتعاضد وحتى تواطؤ كمان بين كل هاي الحفلات علينا. هل نحن اللي بنشارك بهاي الحفلات، أو نحن اللي ضحايا هاي الحفلات؟ فأنا رح أدعوكم لحفلة نوعا ما بعتقد أنه هي مختلفة، تشبه هاي الحفلات لكن تختلف عنها. فيها صخب بس ما فيها موسيقى، فيها مجموعة من الراقصين والراقصات بس ما يعني منصة الرقص مفتوحة على الكثير من الأمكنة والأزمنة، وبإمكانكم أنه تشوفوا إذا أنتم جزء من هاي الحفلة أو لا، أو أنه هاي الحفلة تعكس دواخلكم حيواتكم أم لا. لكي لا نطيل الحديث أكثر، لنذهب معا إلى الحفلة التي أدعوكم إليها. هو صحيح انه انا اللي عم بدعوكم للحفلة، بس هاي الحفلة حفلتكم كمان، يعني مثلي مثلكم. كلنا شركاء في هاي الحفلة، وكلنا مدعوون إليها. يعني لا فرق بين صاحب الحفلة والمدعوين إليها. ولا بأس في الطريق إلى هاي الحفلة إنه نشرب فنجان قهوة كمان، مشان يصير بيناتنا قهوة وحفلة. هيك عادة الحفلات أحيانا بيكون في شيء فردي وفي جماعي، في شيء خاص وفي شيء عام. فالحفلة هي كمان فيها شيء خاص وفيها شيء مشترك عام بيناتنا. ويعني بتمنى تكونوا سعيدين بهالحفلة.
هذه هي الحفلة التي دعوتكم إليها. إنها حفلة أوهام مفتوحة، حفلتنا جميعا نعيشها لا نعرف لماذا، ندخلها أيضا لا نعرف لماذا، وهل سنخرج منها أم لا. حفلة أوهام مفتوحة هي تجربتي الثانية في حقل الكتابة الروائية بعد روايتي الأولى وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال. هذه ليست تتمة للرواية السابقة، أو لا يمكن اعتبارها جزء ثاني من الرواية السابقة. على العكس تماما، هي تحدي ومحاولة تجاوز للرواية الأولى. يعني مسألة التجاوز هو هاجس بالنسبة لي، ويعني أس القلق اللي أعيشه. تجاوز الأفكار، تجاوز الأحداث، تجاوز منغصات الحياة. البعض يعني أحيانا أنجح في تجاوز بعض الأمور وأحيانا أفشل، والحياة هي مزيج من الكثير من الفشل والقليل من النجاح. الرواية هي الفكرة الأساسية قائمة على استخدام وتوظيف الأدب والفن والإبداع كوسيلة من وسائل التحقيق الجنائي. هي ليست رواية بوليسية، لكن فيها أجواء بوليسية. العمل هذا هو نفسه يعني صدر عن دار سؤال في بيروت، نفس الدار اللي صدرت عنها الرواية الأولى وطأة اليقين. وبالمناسبة يعني لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر والامتنان لناشري وصديقي إيهاب شاهين، ولكل كادر وطاقم العاملين في دار سؤال، وأتمنى له المزيد من النجاح. هذه الرواية هي عبارة عن 3 روايات داخل رواية واحدة، لأنه بعض الأصدقاء والزملاء أثناء تناولهم العمل الأول يعني خلص البعض منهم إلى فكرة أنه هوشنك قال كل ما لديه في روايته الأولى، ولم يتبقى في جعبته ما يقوله. بتقديري أنه هذا التقييم أو الرأي فيه يعني حالة استباقية مبالغ فيها، بدليل صدور الرواية الثانية وأعمال أخرى ربما تصدر وترى النور لاحقا. الحياة تمنحنا، هي غنية ويعني لن تبخل علينا بالمواضيع والأفكار طالما هنالك طاقة وخيال وقلق وهاجس التعبير عن الذات. هاي الحفلة، حفلة الأوهام المفتوحة، أهديتها إلى الطفل الكردي آلان الذي غرق في بحر إيجا، وهو أيضا يعني كان أحد ضحايا المأساة التي نعيشها، المأساة الإنسانية المفتوحة على هذه الحفلات المتواطئة علينا نحن الضحايا. وأهديت هذه الرواية كمان لضحايا الحقائق وضحايا الأوهام. هنالك من يسعى الحقيقة فيصبح أحد ضحاياها، ربما يكتشف الحقيقة ربما لا يكتشف، لكن بالمحصل هو أحد ضحايا الحقيقة. وهنالك من يسير خلف أوهامه على أنها حقيقة، على أنها حقائق مطلقة، مؤمن ومتيقن منها، هو أيضا ضحية من ضحايا أوهامه. وبالتالي هذه الرواية حفلة الأوهام المفتوحة هي مهداة للضحايا. ونحن صحيح نعيش هذه الحياة، لكن بشكل أو بآخر نحن ضحايا، يعني ضحايا هذه
الحياة. لن أطيل ولن نتحدث كثيرا عن هذه الحفلة، أترككم في عنايتها، وأتمنى لكم وقتا ممتعا. ربما تجدون في هذه الحفلة مرآة تعكس دواخلكم، حوادثكم، أحزانكم، خيباتكم، آمالكم. هذه بالنسبة لي أيضا محاولة صارت من الماضي، وفي انتظار محاولات أخرى طالما بقي لدينا عمر نعيشه في هذه حفلة الأوهام، حفلة الأوهام المفتوحة التي نسميها الحياة. قضي الأمر، سأعدم حرقا كل ما كتبته ونشرته أو لو منشره من روايات وقصص وشعر ومقالات وتفاهات، وما رسمته من لوحات وسخافات. حفلة الإعدام هذه ستكون في حديقة منزلي يوم 17 سبتمبر 2015، ولن أدعو أحدا منكم إليها. حفلة الإعدام هذه حفلة أصفي فيها حسابي مع الحياة والموت معا، مع الأحلام والخيبات، مع الانتماء واللا انتماء معا. ما عاد هنالك داع للخوف على الحياة، لأنها نفسها باتت مخيفة وتثير الذعر والرعب، بل صارت تخاف على نفسها منا ومن نفسها أيضا. من يقول أن الحياة جميلة فهذا تأويله، ومن يقول أنها قبيحة هذا تفسيره لها. عشنا الحياة كما يحلو لنا، وآن أن نعيشها كما يحلو لها. سأذهب إليها كي أسألها: كيف يحلو لك أن أعيشك أيتها الحياة؟ سأعيشك من دون الحاجة إلى ملح الفقراء والعاجزين والضحايا والمنكوبين الذي تسمينه الأمل. واثق من أن الموت سيعترض طريقي، واثق من أن الموت سيعترض طريقي، سيحاول إغرائي بأن أجربه، سيحاول التغرير بي كما غرت بي الحياة كثيرا. أحيانا يبدو لي الموت غبيا جدا، إذ إنه متأكد تماما من أنني جربته من دون أن أفقد الحياة، لكنه لا يفقد الأمل في محاولة إغراء والتغرير بي. وأحيانا أخرى يبدو لي الموت ذكيا وأكثر دهاء من الحياة، حين يستدرجها إلى فخاخه وكمائنه، فنكون أفرادا وشعوبا وقبائلا وأوطانا ضحايا سقوط الحياة في كمائن الموت. كلما تلطخت الحياة بالقبح يزداد الموت جمالا، وكلما أول الموت في البشاعة والقذارة تزداد الحياة غرقا في الانحطاط والحديد. والكارثة الكبرى أننا أمام خيارين لذين لا ثالث لهما: الحياة أو الموت. هذان التوأمان المتناحران لا نعرف أيهما كان سابقا للآخر.
هل كانت الحياة تسبق الموت؟ أم الموت يسبق الحياة؟ وحين نعيش الموت هل يمكن تصنيفه بين الأحياء أو إنه ينتمي للحياة؟ الحياة حفلة أوهام مفتوحة لا خيار أمامنا سوى الدخول إليها دون أن نعرف لماذا، ولا مناص أمامنا من الخروج منها أيضا دون أن نعرف لماذا وإلى أين.